لو هاقول باشتاق لأشخاص فباشتاق لناس كتير أوي، أخويا باشتاق له مهاجر بقى له سنين واخد الجنسية وخلاص وعايش لحد دلوقتي بقى لي كتير أوي ما شفتوش، فده أكتر حد ممكن أكون باشتاق له، وابنه اللي أنا ما شفتوش غير قليل جدًا ومعظمها بتبقى حاجات على الإنترنت. آآ باشتاق للناس اللي فقدتها في حياتي، في ناس كتير عزيزة الواحد فقدها، عمتي الله يرحمها باشتاق لها جدًا، صحابي الأنتيم اللي ما كناش بنسيب بعض، بس كل واحد فيهم دلوقتي راح في حتة عشان الشغل، وعشان لازم يسافر الخليج عشان يجيب فلوس، أو يسافر أفريقيا عشان مش عارفة يعمل إيه ويكبر المشروع بتاعه أو شاك كده. فالناس دي كانت قاعدة في حياتنا فترة لأ يعني ما كناش نتخيل حياتنا من غيرهم أو في اعتقادنا إن إحنا هنكمل بيهم طول حياتنا، بس دي سُنّة الحياة. في ناس في الجيش اتعرّفت عليها ممكن قعدت معاهم سَنة، وبعد كده الناس دي اختفت من حياتي. باشتاق لها باقول الناس دي فين دلوقتي، بيعملوا إيه؟ الناس دي قعدنا سَنة إحنا نايمين، صاحيين، آكلين، حرفيًا وشّنا في وش بعض، حتى الموبايل مش معانا، فإحنا بنتسلّى مع بعض، بنعمل كل حاجة مع بعض. ممكن الشخصيات دي هي الواحد فعلًا بيفتقدها دلوقتي.